السلام عليكم ورحمة الله. حتى أكون صريح معكم، من أسباب تكالب الحساد علينا هو محاربتنا بعضنا بعض واستغلال مطالبنا من أجل المصلحة الشخصية. وإذا أحببتم إيصال رسالة أفراد التعبئة لمكافحة الإرهاب الموب إلى كل الشعب الجزائري، وكل واحد منكم لديه إضافة تخدم القضية فقط مهما كان يتفضل، وهذا أضعف الإيمان. كما أشكر كل مناضل شريف يعمل ويتعب من أجلنا، ويجب التوقف عن شتم بعضنا بعض لأنه لا يخدم مصلحتنا، ويجب مساعدة كل مناضل شريف يعمل على ذلك ولو بكلمة طيبة أو السكوت في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد، والتي هي في حاجة إلى توحيد الصفوف. إن أفراد التعبئة الموب مع جيشه ودائما ضد أعداء الوطن، ويجب على المسؤولين أخذ العبرة أنه لا يوجد جيش بعد الجيش الوطني إلا الجيش الاحتياطي، وهو مستعد لتلبية النداء إذا تم الاعتراف بنا حق اعتراف، وسوف نكون عبرة لاجيال. وعلى الشعب والمسؤولين الاستثمار فيهم من أجل جزائر الأمن والاستقرار. كل ما نبحث عنه هو الاعتراف بتضحياتنا العظيمة بدون إقصاء أي فرد منا، وتنوير الرأي العام الذي تم تخديره من طرف الحساد أن فئة الموب لم تفعل شيء وقت العشرية السوداء. كفى لوجه الله إذا كان الخروج لميدان لا يخدم الوطن، فمواقع التواصل الاجتماعي هي السبيل لذلك لمساعدة الوطن على رص الصفوف. كما أرجو منكم مشاركة المنشور في كل صفحة، خاصة بإفراد التعبئة، والاشتراك في قناتكم على اليوتيوب. شكرا لكم. وزارة